السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة. في طلاق بيحصل مرة واحدة، وفي طلاق بيحصل كل يوم، كل لحظة، من غير ورقة ولا قاضي. بيبدأ أول لما الاتنين يقعدوا في نفس البيت، بس كل واحد فيهم بقى في كوكب تاني. واحد بيحاول يلاقي نفسه، والتاني بيحاول يفهم اللي ضاع منه. العيون اللي كانت بتتكلم بقت تهرب، والكلام اللي كان كله حب بقى كله هجوم، والمكان اللي كان سكن بقى سجن. الوجع مش لما الطلاق يحصل، إنما الوجع الحقيقي لما تحس إنك فقدت الشريك وهو لسه عايش تحت نفس السقف. في الحلقة دي مش هنتكلم عن ورقة الطلاق، إنما هنتكلم عن 5 طلقات بيحصلوا جوه القلوب قبل ما يحصلوا على الورق. وقبل ما نبدأ رحلتنا، حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات وقول لي بصراحة، هل شايف إن العلاقات بتنهار فجأة ولا بتتآكل ببطء؟ رأيك ممكن يغير وجهة نظر ناس كتير. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الانفصال الفكري، لما العقول تطلق قبل القلوب. قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. بس أول ما المودة تضعف، الرحمة بتبدأ تمشي على أطراف أصحابها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الانفصال الفكري بيبدأ في الهدوء، في اختلاف بسيط مش بيتحل. هو شايف طريق وهي شايفة غيره، هو عايز نجاح وهي عايزة طمأنينة. يتكلموا؟ لا، يسكتوا. وساعتها الصمت بيبني بين القلوب حيطان سمكها ما يتعداش بالكلام. كل واحد ينام على سريره وهو بيقول هو مش حاسس بيا، بس محدش فيهم خد خطوة بجد علشان يفهم التاني. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. في رجل اشتكى للحسن البصري من زوجته، فقال له: أرى أنكما لا تفهمان بعضكما. فقال الحسن: افهم قبل أن تفهم، فالذي يطلب من الآخر أن يبدأ قد بدأ هو بالخسارة. في زوج وزوجة كانوا ناجحين في حياتهم جدا، لكن فشلوا في فهم بعض. هي بتدور على كلمة حلوة وهو بيقدرها بس ما بيقولش. وفي آخر جلسة بينهم قالت له: أنا مش عايزة الطلاق، أنا عايزة أفهم إحنا بقينا إيه. واللي عايز أقوله لحضرتك، اعرف إن أول شرخ في أي علاقة بيبدأ من سوء الفهم. ما تستخفش بحوار بسيط ممكن ينقذك من وجع سنين. اسمع حتى لو الكلام وجعك، لأن اللي بيتكلم النهاردة ممكن يسكت بكرة، وساعتها الصمت هيبقى أقصى من الطلاق نفسه. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الانفصال العاطفي لما الدفى بيبرد. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعروف هنا مش أكلة أو شربة، المعروف هنا كلمة طيبة، ضحكة صافية، عين شايفة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفقا بالقوارير. الانفصال العاطفي مش لما الحب بيخلص، ده لما المشاعر تتحول لعادات. الكلمة تبقى واجب، واللمسة تبقى مجاملة، والنظرة تبقى صدفة. تفتكروا الحب مات، بس الحقيقة إنه نام من كتر الإهمال. في ناس بتعيش مع بعض، بس بين كل نفس ونفس فيهم مسافة وجع. لأن اللي بيتحب مش محتاج مجهود، إنما محتاج اهتمام ومحتاج إحساس. وأحكي لحضرتك قصة صغيرة. جاءت امرأة للإمام علي تقول: زوجي ما يحن عليه، فقال: اسقه من عطفك، فالعطشان لا يروى بالعتاب. في ست قالت بعد طلاقها: أنا ما كنتش عايزة أسيبه، أنا كنت عايزة أرجع أحس. وجملتها دي كأنها عنوان لكل الانفصالات اللي بتحصل في حياتنا النهاردة. واللي عايز أقوله لحضرتك، اوعى تسيب اللي بيحبك يمشي وهو جعان عاطفة. مش دايما اللي سابك مش بيحبك، أحيانا سابك لأنه تعب من الصمت. ولأن الحب مش بيتبني بالكلام، إنما الحب بيتحافظ عليه بالاهتمام. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الانفصال الجسدي، لما القرب يبقى مسافة. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس مش بس ستر، اللباس حضور، واللي بيغيب عنك في حضوره هو غايب بجد.
الانفصال الجسدي مش لما السرير يبقى فاضي، ده لما الجسد يتحول لعلاقة بدون روح. القرب بدون مشاعر بيبقى وجع بس من نوع تاني. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. جاء رجل للإمام أحمد يشتكي جفاء زوجته، فقال له: اقترب بقلبك قبل جسدك، فمن غاب عنك وده لم يغن عنه جسده. في راجل قال بعد طلاقه: كنت نايم جنبها بس كنت حاسس إن في كوكب تاني. وده أصعب طلاق في الدنيا، وهو الطلاق الصامت. واللي عايز أقوله لحضرتك: اوعى تفتكر إن القرب بيتقاس بالمتر، إنما القرب الحقيقي بيتقاس بالأمان. اللي يطبطب على قلبك أهم بكتير من اللي يلمسك بإيده. ورابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة، وهي لما البيت يتحول لساحة معركة. قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما. يعني الخلاف مش فجأة، ده نتاج تراكم وجع صغير محدش أخده بجد. كل مرة واحد سكت فيها وهو متضايق، كل مرة كلمة اتقالت واتبلعت، كل مرة وعد ما تنفذش، كل ده بيتراكم لحد ما يطلع مرة واحدة كأنه بركان. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. جاءت امرأة لعمر بن عبد العزيز قالت: نختلف كثيرا. قال: إذا كسر الخلاف القلب فاسكتوا حتى يعود الود. واللي عايز أقوله لحضرتك: اللي بيحب مش لازم يكسب كل نقاش. في خناقة تخسرك النقاش إنما تكسبك الحب. خليك حكيم مش منتصر. وخامس حاجة هنتكلم عنها النهاردة، وهي الانفصال الشرعي، النهاية اللي بدأتها القلوب. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مش قرار لحظة، ده نتيجة سنين من الوجع اللي محدش عبر عنه. بس حتى في النهاية في كرامة وفي إحسان. لو ما قدرتش تكمل، ما تكملش بجرح ولا بغل ولا بفضيحة. سيب وراك أثر كويس. يمكن يكون فراقكم وجع، بس يكون وجع نظيف. واللي عايز أقوله لحضرتك: اللي يحب صح حتى لما يسيب بأدب. اللي بينك وبين حد كان في يوم حياة ما ينفعش ينتهي بأذى. سيبوا بعض بإحسان، يمكن ربنا يجمعكم في خير تاني، أو على الأقل يجمع قلوبكم على سلام. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: مش كل الطلاق بيحصل عند المأذون. في طلاق بيحصل وانت ساكت، وفي طلاق بيحصل وانت بتضحك علشان ما تتكسرش، وفي طلاق بيحصل جواك من غير ولا كلمة. بس ما تنساش، ربنا اللي جمع قادر يرجع، واللي كتب البداية يقدر يكتب معجزة جديدة. لو وصلتوا للنهاية ارجع خطوة. مش عيب تصلح، مش ضعف تطلب فرصة، إنما العيب الحقيقي إنك تسيب اللي بينك وبين حد يموت وهو لسه ممكن يعيش. ولو انتهت فعلا، خلي النهاية جميلة زي ما كانت البداية نقية. وسيب الدعاء مكان الكلمة، وسيب السلام بدل الوجع. يمكن الطلاق قدر، لكن الجمال والستر دول اختيار. وأخيرا أدعو الله: اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم اجعل بيوتنا سكنا ورحمة وأمانا. اللهم أصلح ما بين الأزواج وابعد عنهم الشيطان والنزاع. اللهم من كان على حافة الانفصال فألهمه الصبر والفهم والرحمة، ومن كان في وجع فراق فاجبر يا رب قلبه بلطفك. اللهم اجعل الطلاق رحمة لمن كتب له وسلاما لمن نجا منه، واجعل يا رب قلوبنا عامرة بالستر والإحسان لا بالكسر والانتقام. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو كلامي لمس قلبك ودلوقتي بعد اللي سمعته، قول لي بصراحة، لو العلاقة اللي كنت فيها ليها وفرصة ترجع، كنت هتديها فرصة تانية؟ اكتب رأيك في الكومنتات، يمكن كلمتك تكون سبب ان بيت ما يتخربش. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.